السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين ومتابعين يوميات محمد طلبة الأهلاوي. مساء الخير، صباح الخير، حسب ما أنت بتشوف الفيديو بقى. يا ريت تدعموني، تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. قبل أي حاجة طبعا نحب نرحب بكم كلكم، إخواتنا وحبايبنا اللي على القناة. جمهور الأهلي، أو أنا بسميه شعب الأهلي. النهارده عندنا كام نقطة هنتكلم فيهم، بس قبل ما نبتدي طبعا احنا القناة بتاعتنا يوميات محمد طلق الأهلاوي، فاحنا هنتكلم عن البطولة العربية النهارده. وامبارح نادي الزمالك يكتسح الاتحاد المنستيري 4-0، رباعيات صلاح جاهين زي ما الزملكاويه بيقولوا يعني. طبعا هم مبسوطين وفرحانين، يا عم ألف ألف مبروك. كده كده أنا البطولة أنا مش فيها، وأنا أفرح لك إن أنت كسبت عشان الزملكاويه النهارده كلهم فرحانين. بس المشكله يا جماعه الفرح بعبط. يعني الفرح يعني واحد زملكاوي طالع يقول لك ايه؟ اصحى كريستيانو، اصحى بنزيما، الزمالك قادم هيكتسحكوا هيتعمل مش عارف ايه. خاف يا كريستيانو، خاف يا بنزيما، استخبوا. مش للدرجه دي يا جماعه، لا. مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. انتوا ماتش غلبتوا 4. اه انا عارف ان الفرحه حلوه ما علينا. من الحاجات التانية يعني اللي هي الطريفة قوي على قناة الزمالك النهاردة، إيهاب الفولي بيقول لك إيه؟ آه كريستيانو رونالدو، شاف فيديوهات لشيكابالا، وراح قال لزمايله اللي هم اللعيبة العرب، يعني قال لزمايله العرب اللعيبة، قال لهم إيه؟ إزاي أنا أول مرة أشوف لعيبة أحرف مني، كريستيانو رونالدو، وهيقول كده. واللعيب ده يعني هو قال لك ايه؟ على المرحوم، يعني ان اللعيبه تستغرب جدا ان مش بيلعب بره في اوروبا يعني. كريستيانو قال لك، رونالدو قال لك ازاي ما بيلعبش في اوروبا؟ وهل ينفع يجي النصر السعودي؟ يعني هينفع؟ فدي حاجات من الحاجات المضحكه يعني ان الواحد شافها النهارده. ده بالنسبه للزمالك، طبعا الف الف مبروك. بس الاتحاد المستري يعني فرقه ضعيفه، ومعروف ان هي تبقى حصلت المجموعة. بالاخص ان النصر والشباب السعودي تعادلوا 0-0 تقريبا. فكده الزمالك اول المجموعة. يا مسهل، يا احنا نتمنى ان هو يعمل حاجة. مبروك لجماهير الزمالك المحترمين، طبعا مبروك لكل مشجع زملكاوي محترم. بس مش مقياس. انا شايف ان الاتحاد المنستيري فرقة ضعيفة جدا. نخش في تفاصيلنا والنادي بتاعنا، وخلينا في قصة النادي بتاعنا احنا. يعني عندناش اخبار كتير قوي، وهو الخبر الوحيد طبعا الصفقات، احنا لسه هنتكلم فيها تاني. يعني في كلام في الصفقات كتير، بس انا عاوز اتكلم النهارده على صفقة امام عاشور. اتكلمنا والموضوع يعني خد حجم اكبر من حجمه والكلام ده كله. بس امام عاشور الاهلاويه الفتره دي انا شايفهم منقسمين جزئين، يعني فئتين كده. الفئه الاولى اللي هي بتقول لك ايه؟ آه امام موقفه كان معانا كان وحش. آه حركاته وكلامه مع النادي الاهلي طبعا وهو في فريق منافس كان مش كويس. وده ضد مبادئ النادي وضد اخلاقنا وضد مش عارف ايه. ده الفئه الاولى. الفئه التانية بتقول لك ايه؟ آه انه كان في النادي المنافس، حاسبه من اول لما يجي يكون معاك. يعني هو كان الكلام اللي عمله ده كان مع المنافس. حاسبه لما يكون معاك بقى، يعني لما يكون عندي في بيتي، او انا خلاص امتلكته، او ان هو بقى خلاص ابن النادي او بيلعب في النادي، انا حاسبه. وان هم شايفين ان هو هيكون مفيد، وان احنا محتاجينه الفتره دي والكلام ده كله. طبعا الجزئين اللي في النادي في جمهور الاهلي. يعني في جزء بيقول كده وجزء تاني بيقول كده، هو تقريبا النص والنص يعني. احنا ما حصرناهمش عشان برضك ما نبقوش بنفتي. بس تلاقي ايه؟ يعني ناس كتير قوي اهلاويه زي ايه كلام. تقول لي انت بقى يا ابو ادم او محمد يا طلبه،
ترجح ايه او انت شايف ايه؟ والله انا شايف حاجة زي ما قلت على كهربا، هي صفقة عند. امام عاشور صفقة عند. اللعيب كويس جدا، لعيب مهاري، سنه صغير، هيدي للاهلي لو لعب بفكر كولر، هيدي للاهلي. آه بس انا شايف ان هي صفقة عند ولا اكتر، زي كهربا صفقة عند. طبعا كهربا في مشكلة في الموضوع بتاعه بتاع القضية ده، وهنبلغكم بيها ان شاء الله بكرة، لان الحلقة النهاردة فيها حاجات عن امام عاشور وعن صفقات الاهلي ومبادئ الاهلي. الحلقة النهاردة عن المبادئ، الزملكاوية ماسكين الاهلاوية، المبادئ فين؟ المبادئ فين؟ القيم فين؟ مش عارف ايه، فين صالح سليم ده؟ الراجل شتمه. فالنهاردة الحلقة النهاردة معلش هتكون كده. هنا بقى في قصة موضوع إمام عاشور نتكلم في جماهير الزمالك بقى، اللي هم المفروض تبقى حساباتك انت غير أي حد. يعني انت الوحيد ان انت المفروض كمشجع زملكاوي فكرك ما يكونش زي، يعني متتكلمش تقول المبادئ ومش المبادئ والكلام ده كله. الأهلي نجح في ضم اللاعب وخطفه منك، دي حاجة المفروض انت تحاسب عليها. مين تحاسب عليها؟ الإداري، الجهاز الإداري. و يعني القفا بتاع امام عاشور اقوى من القفا بتاع كهربا. يعني القفا، يعني انت خدته قفا في كهربا، القفا بتاع امام عاشور اقوى منه. آه الخيبه بقى اللي فيهم، يعني في المجلس الاداره، ان هم بيتكلموا عن يا عم انت شوف خيبتك انت، شوف نصيبتك انت، شوف دنيتك انت، شوف لعيبتك بتهرب منك ليه وتروح للمنافس. يعني انت ليه امام عاشور سابك وراح الاهلي؟ ليه؟ فمش عارف. آه اخر حاجة بقى هنقولها، او اخر حاجة عشان المبادئ والقيم، عشان نقفل الصفحة دي والله ومش هنتكلم فيها تاني، واللي يتكلم يتكلم واللي يقول يقول واللي يعيد يعيد. بصوا يا جماعة، جمال عبد الحميد، كابتن جمال عبد الحميد، عشان برضك انا مبحبش ان انا محترمش حد. بيقول لك ايه؟ المبادئ والقيم بيسخر بعقول الناس، ويقول لك ان الاهلي بيخطف اللعيبة من الزمالك والكلام ده كله. للعلم ان جمال عبد الحميد نفسه كان بيلعب في الاهلي وراح الزمالك، وكل الكلام اللي قاله ده هفكرك بقى يا جيمي بشويه حاجات كده حلوه. احمد حسن ساب الاهلي وراح الزمالك. ايمن اشرف ساب الاهلي وراح الزمالك. حسام حسن وابراهيم حسن سابوا الاهلي وراحوا الزمالك. زكريا ناصف ساب الاهلي وراح الزمالك. احمد فيليكس ساب الاهلي وراح الزمالك. محمد عبد الله ساب الاهلي وراح الزمالك. ابراهيم سعيد ساب الاهلي وراح الزمالك. حسن مصطفى، احمد سمير فرج، محمد عبد الجليل، دومينيك دي سيلفا، حسين ياسر المحمدي، عصام الحضري هرب راح لسويسرا، راح سويسرا ورجع من سويسرا على الزمالك. المدربين هولمان، كارتيرون، الاسطوره محمود الجوهري طبعا، وخدته بيه ساعتها بطوله افريقيا. كل الناس دي الزمالك اتفاوض معاهم وراحوا. الاهلي ليه ما قالش خيانه ومش عارف ايه اشمعنى امام عاشور وكهربا لما جم رحتوا جايين قايلين خيانه ومش خيانه؟ ويصبح الاهلي فاقد للقيم والمبادئ وعديم المبادئ ومش عارف ايه. لا، ده احتراف يا جماعه، ده احتراف. انت معاك شيل، خد، اشتري. طب ما اشمعنى ليه ما بتروحوش تقولوا لقفشه اللعيبه بتاعت، ليه الشناوي ما خدتوش؟ الزمالك ما خدوش؟ ما يعرفش ليه؟ لان اللعيب النهارده بيبص للشهره والمستقبل والفلوس والاعلانات والكلام ده كله. بصوا انا اقول لكم على حاجه صغيره كده والله، دي حصلت معايا انا. عندي واحد صاحبي زملكاوي جدا يعني، ف قاعدين ان هو بندردش مع بعض يعني، فبقول له ايه، بقول له يا حماده، لو ابنك جاله عرضين، عرض من محمود الخطيب، هو زملكاوي، عرض من محمود الخطيب ان هو يروح الاهلي ابنك ده، وعرض من مرتضى منصور اللي هو المعزول، هتدين مين؟
ما هو زملكاوي وزملكاوي متعصب، ما ترددش، ما بص ما فكرش، قال هدي محمود الخطيب ببلاش. متخيل؟ ببلاش. ف الفرق كبير يا جدعان، يعني الفرق كبير يا جماعه والله. الفرق بين الاهلي وبين الزمالك، بين الاداره وبين الاداره، بين جهاز فني وجهاز فني، بين لعيبه ولعيبه، فرق كبير قوي. آه، هنفتكر كده، فاكرين انتوا رئيس النادي يرفض نزوله لمنصة التتويج؟ فاكرين انتوا لما كان حسام غالي الكابتن حسام غالي كان رئيس البعثة، الخطيب كان ضيف شرف لما الاهلي خد بطولة افريقيا؟ فجي بيقولوا له يعني انزل المنصة تحت عشان تتكرم يعني مع الاهلي. قال لهم لا، انا ضيف شرف، انا ضيف شرف في رئيس للبعثة اللي هو الكابتن حسام غالي. بصوا يا جماعة الفرق، بصوا يا جماعة الفرق. العيب يا جماعة مش حسام غالي، ومش مش امام عاشور ولا كهربا ولا اللعيبة ولا. العيب يا جماعة في الرئيس المعزول، في الإدارة البايظة، في الصفقات اللي رايحة في داهية، في اللعيبة اللي مش واخدة مستحقاتها، في الديون اللي على النادي، في ممدوح عباس بيحارب النادي من الناحية التانية، عاوز فلوسه وحقه. الراجل حقه، محتاج فلوسه، حقه الراجل. يعني هو الراجل عاوز الفلوس بتاعته، هيسيبها لكم؟ يعني هو الراجل عاوز فلوس هو دفعها. فجماعة معلش يعني، ما تجيش تقولي بقى مبادئ وما مبادئش، واصلك صالح سليم، واصلك مش عارف ايه، وقال عليه إيه الاهلاويه ولاد وسخه وعيله وسخه ومش عارف ايه. الكلام ده كله يا جماعه ملوش اي لازمه. اللعيب النهارده بيبص المصلحه ليه هو، المصلحه الشخصيه. انا مصلحتي فين؟ مصلحتي مع الاهلي. مصلحتي مع الاهلي، انا هلعب، هاخد بطولات، هكسب، هعمل اعلانات، هسافر، احلى فلوس، احلى كل حاجه. طبعا اهم من كل دول، اهم من كل ده كله، شهرة. لو نفتكر زمان عبد الله السعيد جه منين، ما كانش معروف وبقى ايه. عبد الله السعيد لما جه الاهلي بقى معروف. اه هتقول لي مثلا لما كان عبد الله السعيد معروف هو في الاسماعيلي، يا عم ماشي، بس لما جه الاهلي المعرفة بقت اكبر. ال 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 زي ما بيقولوا كده ايه، الدنيا بقت اوسع. فاللي انا عاوز اقوله لك ان ما تقوليش بقى مبادئ وقيم ومش عارف ايه والكلام. النهارده اللعيب بيدور على المصلحه الشخصيه. زي مثلا النهارده برضك، يعني نتكلم شويه برضك عن الاهلي. النهارده كولر النهارده بيدور على مصلحه الفريق، المصلحه الشخصيه. محمد شريف قاعد ولا ماشي؟ مفيش كلام لسه. علي معلول مفيش اي كلام، جاله عروض. علي معلول رد قال ايه، كولر قال ايه. الكلام اللي احنا واصلين له لحد دلوقتي ان كولر رفض ان هو يفرط في علي معلول. مين قاعد مين ماشي؟ مفيش كلام لسه. محمد طاهر احتمال الايام الجايه دي نشوف مفاجآت. المفاجآت دي استنوها بقى. اشوفكم على خير، ومتنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.